تصريحات الكابتن حسام غالي اللي قلبت الدنيا، وهل لها علاقة باعتذار الكابتن محمود الخطيب عن استكمال أو الخوض انتخابات القادمة ولا لأ؟ أصلها بصراحة ما تجيش صدفة كده، يعني ده يتكلم النهاردة فالتاني يطلع بالقرار ده في نفس اليوم، فلازم تربط الموضوع أو تشوف الدنيا فيها إيه. وفي نفس الوقت الكابتن محمود الخطيب موضوع إن هو يتنازل عن الانتخابات أو ما يخش انتخابات بسبب الضغوط الطبية والأسرية. الراجل اصلا بقاله حوالي 5 سنين بيتعرض لضغوط ورايح جاي على فرنسا، فالموضوع ما تجيش تقول ان هو ده السبب النهارده. وهل كابتن محمود الخطيب يتنازل عن حلم الاستاد النادي الاهلي اللي بناه هو وبداه ويسيبه ينتهي في عهد حد غير عهده؟ كابتن محمود الخطيب حلمه الاساسي ان هو يوم ما يفتتح الاستاد اول مباراه يكون هو حاضرها في المقصوره، واول ما يفتتح يتحط بانر كده اللي هو النصب بتاع الاستاد: تم افتتاح استاد النادي الاهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب. دي حلم في حد ذاته كبير جدا، ده الحلم اللي اتخانق فيه وحارب فيه وزير الرياضه علشان بند ال8 سنين ما يتطبقش ويبقى 12 سنه وليس باثر رجعي. يعني محمود الخطيب ليه الحق انه يخش 3 دورات جايين 12 سنه كاملين يكون الاستاد خلص وتسلم وكل حاجه خلصت، فما يجيش كل الحلم ده هيضيع علشان خاطر موضوع يخص ازمه صحيه او طبيه، وخصوصا ان هو كويس. بس كل الموضوع انك انت ممكن تسيب الموضوع ده شويه، تهدي اعصابك شويه حبتين، تدي صلاحات اكبر لمثلا امين الصندوق، للنائب مجلس اداره، اي حد، يعني تهدي الدنيا شويه. وبالتالي الموضوع ابسط من كده بكتير. الازمه فين؟ الازمه مع حسام غالي. ايه ازاي وايه الرابط؟ اقدر اقول لك ان الرابط هو ان الكابتن محمود الخطيب بسبب ان تصريحات حسام غالي، هو عضو حالي في مجلس الاداره وفي خلافات سابقه كنا اتكلمنا عنها قبل كده، فالنهارده قرر بعد التصريحات اللي حصلت دي ان يختلق ازمه كبيره تبتلع الازمه اللي عملها حسام غالي اعلاميا، بمعنى اصح يمنع الاعلام انه يتكلم عن اللي قاله حسام غالي، بحيث ان احنا نخلق له ازمه اكبر تبلع الازمه دي، فالاعلام كله يتكلم عن الخطيب مكمل مش هيكمل، هيجي مش هيجي. حتى الان قراره ضبابي، خدوا من تلقاء نفسه بدون رجوع لمجلس الاداره، خدوا بعد مجلس الاداره ما خلص وما قال لهمش اي حاجه في مجلس الاداره. وبالتالي بعد ما خلص في مجلس الاداره اتكلم مع الاستاذ جمال جبر والاستاذ او الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وقال له، كتب له ورقه كده قال له ده انا مش هكمل واعتذر وابقى ابلغها لهم، وراح قافل تليفونه وبتاع. فانت كده رامي الدنيا فرقعه. دي من وجهه نظري انا الشخصيه كتحليل فقط لا غير، وليس معلومه بالشكل اللي انت منتظره. فبتتكلم عن ان الراجل عمل اللي عمله ده عشان خاطر الحته دي. ده ملخص الموضوع ده. اما من ناحيه حسام غالي فبالنسبه للانتخابات مش موجود في قائمه الخطيب ده لو نزل، ولو ما نزلش تفتكر واحد زي محمود طاهر او ياسين منصور بعد تصريحات حسام غالي ياخدوا معاه ولا لا؟ يقول لك ده معايا في القائمه ولا لا؟ لا يا باشا، انت بقى خش انت مستقل، عيش حياتك، شوف الدنيا تمشي ازاي وانت وجامعتك العموميه، انما انا مش هجازف في قائمتي هيبقى فيها واحد زي حسام غالي القائمه الثانيه تنجح. تمام؟ فالموضوع ممكن يكون في شيء غلط. اما بالنسبه لتصريحات الكابتن حسام غالي والانتماء ومش الانتماء والكلام ده احنا كنا ردينا عليه قبل كده، والناس بتبدي مصالحها الشخصيه على مصلحه النادي، لا الكلام ده مفيش اصلا. بحيث انك انت كحسام غالي انت قبل كده كان ليك مصالحك الشخصيه، وفي تصريح رسمي في 2012 قلت قبل كده انا يعني اولادي وبيتي اهم عندي من النادي الاهلي ومش مشكله. فبالتالي هنا انت قررت انك تحترف في ليرس البلجيكي ببلاش وسيبك سبت النادي الاهلي مش مشكله. وفي نفس الوقت كمان في 2008 الازمه بتاعت المنتخب او المنتخب لما كان رايح غانا انت رفضت تروح بحجه او اعتذرت للكابتن حسن شحاته وقلت له انا مش هكون موجود علشان لسه كان مشكله توتنهام، وبعد كده رحت ديربي كاونتي، فانا يا جماعه طلبوا منه ما يكونش في المنتخب او استنى انت تروح افريقيا وانت لسه جاي جديد والكلام ده، استنى معانا. فاعتذر وقال وبرضه ابديت مصالحك الشخصيه بدتها على النادي الاهلي، انا مش عارف انت بتهاجم ليه والمين. وفي نفس الوقت كمان في ازمه 2012 الازمه الماليه اللي جت في النادي الاهلي حصل انك انت الكل تنازل عن 25% من عقده ما عدا حسام غالي، السعيد حسام عاشور واحمد فتحي، هم قال لك لا. وبعد كده رحت انت بقى على ليرس البلجيكي ببلاش
تمام. فانت كل ده بتبدي مصالحك الشخصيه على مصلحه النادي الاهلي في الوقت نفسه اللي كان واحد زي ابو تريكه بيرفض ارقام غريبه جدا، لانك انت ذكرته برضو في تصريحاتك. فكل ده بيدل على انك يا كابتن حسام ما انتش فاهم اهم مبدئين بالنسبه للمصالح الشخصيه اللي انت بتتكلم عن الكابتن صالح سليم تصريحاته ومبادئه. واهم مبدا للكابتن صالح سليم ان اسرار النادي الاهلي ما تتقالش في الاعلام، وخصوصا انك انت عضو مجلس حالي وليس سابق.